بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولله الحمد والمنة. بالأمس تكلمنا على النقل الكتابي للقرآن الكريم من فور نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، واليوم نتكلم على الجانب الصوتي. النبي صلى الله عليه وسلم من قوم اسمهم العرب، يسكنون شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة يعني الماء يحيط بها من جهات ثلاث. لو الماء يحيط بها من كل الجهات اسمها جزيرة. شبه الجزيرة يعني تشبه الجزيرة. لماذا؟ لأن الماء يحيط جهتين ثلاثة. مثلا يقولون شبه القارة الهندية، لأن الهند محاطة بالماء من ثلاث جهات. شبه الجزيرة العربية لأنها محاطة بالماء من ثلاث جهات. فهذه البقعة من العالم فيها قوم اسمهم العرب، يتكلمون بلغة اسمها اللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، ومن أفضل قبائلهم التي هي قبيلة قريش وأفصحهم. الفصاحة هي الوضوح في الكلام. ليس كل الناس آتاهم الله الفصاحة، يعني هناك ناس يتكلمون بلغة قومهم لكن ما تفهم عليهم شيء. الحروف داخلة في بعضها. وبعض الناس آتاهم الله تعالى الفصاحة بيان الحروف. خلق الإنسان علمه البيان أن يبين ما في نفسه للآخرين، يشرح ما في قلبه للآخرين. هذا البيان، علمه البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعث في العرب، والعرب يتكلمون اللغة العربية، فكان من الطبيعي أن يتكلم هو ماذا؟ اللغة العربية. إنسان ولد في شيشان وكبر، ماذا سيتكلم؟ شيشاني، لن يتكلم صيني، أليس كذلك؟ فهو عربي وقومه عرب، فنزل القرآن بلسانه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هنا اللسان بمعنى اللغة، انتبهوا. اللسان أحيانا يأتي بمعنى هذا، وأحيانا يأتي بمعنى اللغة، بلسان عربي مبين. ما المقصود؟ بلغة. انتبهتوا؟ لماذا يقال اللسان؟ لأن أغلب الحروف من اللسان. الحروف في اللغة 29 حرفا، 18 حرفا من اللسان. انتبهتم؟ حتى في اللغات الأخرى، في الفارسي يقولون زبان. زبان يعني إيش؟ لسان. في الفرنسي يقولون لانك، لا لانك، يعني إيش؟ اللسان الفرنسي يعني. الشيشانية أيضا ماذا يقولون؟ لسان. الله أكبر، الله أكبر. المهم، فيعني إنسان شيشاني يتكلم اللغة الشيشانية، من علمه؟ الوالدين والمجتمع والمدرسة. من الطبيعي. فلا يحتاج مثل واحد مثلي يقول علموني اللغة الشيشانية، يقول له هذا اسمه قلم، هذا اسمه ماء، هذا اسمه كذا، هذا اسمه سقف. ما يحتاج. تعلمها من والديه ومن الأسرة ومن الجيران ومن المدرسة. فالعرب هكذا كانوا، يعني ما يحتاجون لمن يعلمهم اللغة العربية. فلما نزل القرآن كلهم يفهمون وكلهم يتكلمون بدون أن يعلمهم أحد. تعلموا من المجتمع. لكن المشكلة بدأت تظهر أين؟ لما دخل غير العرب في الإسلام، فصاروا يتكلمون ويعني لا يعرفون دقائق اللغة، لا يعرفون دقائق اللغة. طلب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أبي الأسود الدؤلي، طلب منه أن يضع قواعد
ينحو الناس نحوها، لذلك اسمه علم النحو. نحى نحوه يعني مشى مثله، نحى نحوه مشى مثله، فطلب منه أن يضع قواعد ينحو الناس نحوها، يعني يمشون مثلها. فاعتذر. لماذا اعتذر؟ يعني وجده أمر كبير. إلى أن كان مارا في أحد الأزقة، أزقة يعني طرقات في الطريق، فسمع واحدا يقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هكذا قرأ الرجل. فأبو الأسود شعر رأسه وقف، لأن المعنى ورسوله أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، هكذا لو قلنا ورسوله، والآية هي أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء من المشركين. رسوله مبتدأ وخبره بريء ومحذوف للعلم به. لغة العرب مبنية على الحذف. فلما سمع أبو الأسود ذلك عاد إلى سيدنا علي وقال: قد أجبتك لما طلبت، قد أجبتك. وبدأ يتأمل كلام العرب ويضع قواعد. لكن قبل ذلك لم يكن هناك داع لذلك. انتبهت كيف؟ والقرآن العظيم لما نزل صار الشغل الشاغل للناس في ذلك الزمان، الشغل الشاغل. وقبله، قبل القرآن، كان الناس يشتغلون بالشعر. هذا يحفظ معلقة امرؤ القيس، هذا يحفظ معلقة زهير بن أبي سلمى، هذا يحفظ معلقة عنتر بن أبي شداد، هذا. لكن لما نزل القرآن أخذ العقول، كما ذكرت بالأمس: كلام العربي ثلاثة: نثر وشعر وقرآن. القرآن لا نثر ولا شعر، شيء ثالث. فاشتغل الناس بالقرآن ويعتنون بحفظه وفهمه وعد آياته وكتابته ومعرفة الناسخ والمنسوخ منه ومعرفة معاني الكلمات والآيات، وهل بعضها عام خصص في آية أخرى، إلى آخره من الأمور التي تعرف بعلوم القرآن وبالعلوم المستنبطة من القرآن الكريم، والعلوم التي نشأت حول النص القرآني. بأبي وأمي هو عربي نعم، ولكنه من قبيلة قريش. قريش قلنا هي قبيلة من قبائل العرب، ولكن لها شأنها ولها مركزها الاجتماعي والجغرافي والديني، لأن كل العرب يحجون إلى مكة وهم يسكنون مكة، فصار لهم منزل ولهم فصاحة. لكن هل كل العرب كذلك؟ لا. يعني ما معنى لا؟ كلهم يتكلم لغة عربية، لكن هذه اللغة العربية فيها لهجات. تعرفون اللهجات؟ ايش اللهجات بالشيشاني او الروسي؟ شو؟ هذه يعني مثلا عربي يقول موسى، وعربي آخر يقول موسى، وعربي ثالث يقول موسى، وهذا عربي وهذا عربي وهذا عربي. عربي يقول يؤمنون، وعربي آخر يقول يؤمنون. انتبهتوا؟ عربي يقول إنهم كانوا، وعربي يقول إنهم كانوا. عربي يقول أأنذرتهم، عربي ثاني يقول أأنذرتهم، عربي ثالث يقول أأنذرتهم.
عربي رابع يقول أنذرتهم، وكله عربي. طيب، قلنا النبي بأبي وأمي قرشي، لكن ليس كل العرب قرشيون. فنزل جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. يعني إيش حرف؟ يعني على طريقة واحدة. فقال: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والطفل والمرأة والذي لم يقرأ كتابا قط. فغاب جبريل ثم عاد فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، يعني بطريقتين. فأعاد الكلام نفسه: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والطفل والمرأة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فغاب جبريل ثم عاد وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. فسمح للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قرشي. لو جاءه أحد يقول: طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي، يعني سمح للنبي أن يقره على ذلك. طب هل تفعل هذا قريش؟ ما تفعل هذا قريش. قريش ما تقول تشقي موسى وعيسى، يقولون تشقى موسى عيسى. قريش لا تنطق همزة ساكنة. قريش تقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن كثير غير قريش ماذا يقولون؟ المؤمن. فإن قرئ أمامه صلى الله عليه وسلم: أو بالآخرة هم يوقنون يقرهم. وإن قرئ أمامه: وبالآخرة هم يوقنون يقرهم. وإن قرئ أمامه: وبالآخرة هم يوقنون يقرهم. لماذا سمح له بذلك؟ لماذا؟ رحمة بالناس، رحمة بالناس. طيب، هل سمح بكل ما تتكلم به العرب؟ لا. في حروف العرب تبدل بعضها من بعض مما يؤدي إلى تغير المعنى، كما ذكرت بالأمس. السائل والكأس، تغير الكأس يتغير شكل السائل. يعني من العرب ما في هناك صوت اسمه جا. ما اسمه؟ جا. مثل جروزني يعني. بعض القبائل ينطقه مقابل الجيم، فيقولون التجويد، الجمهورية، الجيم. وبعض العرب ينطق الصوت نفسه مقابل القاف، فيقول قال يقول، قريب، يوقنون. هل سمح بذلك؟ لم يسمح بذلك. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اللبس. انتبهتوا؟ يعني في مناطق إلى عصرنا هذا في اليمن يبعد بعضها عن بعض 200 كيلومتر. تأتي بواحد من هنا وتأتي بواحد من هنا وتقول اكتب قريب، واحد يكتبها قريب والثاني يكتبها جريب. تقول اكتب نجيب، واحد يكتبها نقيب بالقاف وواحد يكتبها نجيب بالجيم، من النجابة، فلان نجيب يعني ذكي. هذا لم يسمح به. من العرب من يبدل الجيم ياء، الجيم ياء، يعني مثل أهل الكويت في عصرنا، يقولون
مينون ويعنون مجنون، يقولون ريال ويعنون رجال، يقولون اليد واليد يعني الجد والجدة. ما سمح لهؤلاء بأن يقرأوا. لماذا؟ يغير المعاني. انتبهتوا؟ من العرب من يجعل الكاف المؤنثة المخاطبة شين، فيقولون للأنثى بيتش، أهلش، عيالش، ما سمح بذلك. ومن العرب من ينطق بدل الكاف تشا، تشا يعني شين أولها تاء، يقول لك تشيفك، تشيف أهلك، تشيف عيالك، يعني كيف حالك، كيف أهلك، ما سمح بذلك. من العرب من يخلط القاف بالغين والغين بالقاف لقرب المخرج، قا غا غا قا، فيقولوا غير المغضوب عليهم. في الفاتحة، في الفاتحة ماذا يقولون؟ غير المغضوب. ايش يعني غير ما سمح بذلك. ما الذي سمح به؟ أشياء تخفيف على الأمة لا تغير المعنى. إذا سمعت يؤمنون أو يؤمنون ما تغير شيء. إذا سمعت وبير معطلة وبئر معطلة ما تغير شيء. إذا سمعت أأنذرتهم أو سمعت أأنذرتهم ما تغير شيء. إذا سمعت عليهم غير المغضوب عليهم، عليهم غير المغضوب عليهم، ما تغير شيء. واضح؟ فهذا الذي سمح به رحمة بالأمة. فكان بأبي وأمي يقرئ كل إنسان بلهجته. في القديم لا يقولون لهجة، يقولون لغة، بلغته. لكن لا تفهموا لغته يعني إنجليزي وفرنسي، لا، لغته يعني لهجته. بني هذيل، بني أسد، بني غطفان، إلى آخره، بني دوس. بينهم قواسم مشتركة وبينهم اختلافات. واضح؟ صار كل قوم طبعا الجيل الأول من هو؟ جيل الصحابة، تعلموا من رسول الله، فكانوا يقرؤون، وإما أن يقرهم وإما أن يصحح لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي مرة، قال لأبي بن كعب: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال: يا رسول الله، وسماني ربي؟ يعني قال لك أبي بن كعب؟ قال: أجل. فبكى سيدنا أبي فرحا: وسماني ربي. هذه أيها الإخوة اسمها قراءة الأستاذ والتلميذ يسمع. شو اسمها؟ قراءة الأستاذ، لأنه سيدنا النبي هو الذي سيقرأ، ومن سيستمع؟ أبي. قراءة الأستاذ والتلميذ يسمع. ومرة قال بأبي وأمي لسيدنا عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود: فقرأت سورة النساء إلى أن بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. تذرفان يعني تدمع،
لماذا؟ لأن بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فما أحب صلى الله عليه وسلم أن يكون سببا لمين؟ يعني لآلام الناس، هو رحمة للعالمين. قال له حسبك. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. هذه ما اسمها أيها الإخوة؟ قراءة التلميذ والأستاذ يسمع، لأنه ابن مسعود تلميذ ورسول الله بأبي وأمي أستاذ الأساتذة، أليس كذلك؟ فهذه ابن مسعود قراءة التلميذ والأستاذ يسمع. قراءة أبي، قراءة رسول الله على أبي، قراءة الأستاذ والإيه؟ هذه بيسموها التلقين. التلقين لقن يلقن، يعني الأستاذ يقرأ والتلميذ يعيد، الأستاذ يقرأ والتلميذ يعيد. تلقين آخرها نون. هكذا بدأ الأمر. وكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إذا كانت القراءة صحيحة يسكت، كما فعل مع ابن مسعود. الله يهنيه، يعني قرأ من أول النساء إلى فكيف إذا جئنا من كم صفحة هذول؟ 1 2 3 4 5 6 7 ونص تقريبا، ما طلع له ولا غلطة، لم يخطئ ولا خطأ، إلى أن قال له حسبك. الله يهنيه ويهنينا فيهم، نحن خدم لهم وامتداد لهم. فهذا اسمه إيش؟ التلقين أو التلقي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل جلال الله. استلم الأمانة جيل التابعين، جيل الصحابة بعد رسول الله، بل وفي حياة رسول الله. فكان صغار الصحابة يقرؤون على كبار الصحابة. الصحابة ليسوا جيل واحد، انتبهتوا؟ سيدنا النبي بعث عمره كم؟ 40 سنة، قبض وعمره كم؟ 63 سنة. فكان في أجيال، الأجيال الكبيرة اسمهم كبار الصحابة. الأجيال الشابة مثل عبد الله بن عباس، هذا جيل الشباب. عبد الله بن عمرو بن العاص، انتبهتوا؟ هذول ايش اسمه؟ أبو هريرة، هذول كلهم صغار الصحابة. صغار الصحابة، صغار الصحابة قرأوا إما على رسول الله أو على كبار الصحابة. وضح؟ ثم آل الأمر إلى الجيل الذي بعد الصحابة، وهم جيل مين؟ التابعين. فالتابعون قرأوا كما علموا. هكذا القاعدة. قال سيدنا علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كيف؟ كما علمتم. واضح؟ فاللي قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقرأ كذلك. والذي تلقى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم علم كذلك. هذا كله من رحمة الله تعالى بالأمة. قبل 43 سنة، قبل كم؟ 43 سنة. كم كان عمرك يا شيخ عبد الرزاق؟ ما كنت ولدان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت أجلس في أحد مساجد جدة وأسأل الله عز وجل أن يكرمني بطالب واحد. أرفع رأسي وأقول: يا رب، طالب واحد، ما يأتي أحد. هي العملية 44 سنة، مو 43، 44. لكن من 43 صار يأتيني بعض، نحن بنسميهم بالعربي المتقاعدين، يعني الذي خرج على المعاش. إيش هو ارفع صوتك. أيوة. وأصلهم من البادية. ترجم. هذا هو.
أحدهم يريد أن يقرأ طبعا الفاتحة أول شيء، يقول لي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. أقول له أنا عليهم، يقول لي عليهم. هذا ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن من 43 سنة. أقول له عليهم، يقول لي عليهم. طب قل مثلي، عليه، قل مثلي تماما. يقول لي عليه، يا سلام، عيدها، عليه. يقول لي عليه، تمام. طيب هل رأيت هذه عليه؟ سنضع بعدها ميم، سنقول عليه، عليهم. قل لي عليهم. فهذا في زمننا هذا، فكيف قبل 1450 سنة؟ واحد ثاني يقرأ يقول لي التي تطلع على لفيدة، على لفيدة. هذه قراءة الإمام حمزة. أنا كان يعني لساني شباب، عمري 25 سنة، أقول له على الأفئدة، يقول لي على لفيدة. يا أخي اسمعني، على الأفئدة، يقول لي على لفيدة. طيب سنقطعها، قل مثلي تمام، على بس قول على، يقول لي على يا سلام، اتركها. أف، قول أف، يقول لي أف، أيوة. طيب إذا، قل إذا، يقول لي إذا، يا سلام. على أف، أف، إذا. طيب هذه الثلاثة إيش نجعلها إلى جانب بعضها. على الأفئدة، يقول لي على لفيدة، ما في فائدة. ثم قلت لنفسي يا أخي لماذا تغلب نفسك وتغلبهم معك؟ أباح الله لهم أن يقرأوا، وهذا قراءته صحيحة، أليست صحيحة؟ يعني تريد كل قراءة تكون يعني هذه فقط لأهل الإتقان، لأهل الإجازة، الإتقان التام. أما هذا مسلم عادي، الله يتقبل يا أخي، الله يتقبل. هذا جانب من علم اسمه علم القراءات القرآنية. ما اسمه؟ علم القراءات القرآنية. هل كل علم القراءات القرآنية كذلك؟ لا. منه جانب من عند الله، لا علاقة له بالتيسير على الأمة، ولا علاقة له بالقبائل، ولا بشيء، ولكنه من الأحرف السبعة التي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بها. مثل ماذا؟ أن يكون للكلمة القرآنية الواحدة نطقان، بهذا النطق تعطي معنى، وبهذا النطق تعطي معنى آخر، ولا تعارض. التعارض يعني هيك، ولا تعارض بين المعنيين، بل هذا يتكلم على جانب وهذا يتكلم على جانب. مثل ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذه لا علاقة لها بالقبائل ولا باللهجات ولا تيسير على الأمة. الله عز وجل أراد أن يعلمنا أنه جل جلاله يوم القيامة هو الحاكم. الملك من هو الملك؟ الحاكم. والمالك من هو المالك؟ الذي يملك الشيء. أنا مثلا أملك جوالي أو أملك هذا القلم فهو ملكي. فالله عز وجل أراد أن يعلمنا أنه جل جلاله يوم القيامة هو الحاكم وله كل شيء، فهو المالك وهو الملك، معنيان دلت كل قراءة على معنى منهما. وفي أوائل البقرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون،
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما الفرق بينهما؟ يكذبون فعل مضارع ماضيه كذب. ما معنى كذب؟ قال كلاما بخلاف الحقيقة. كذب فلان يعني الحقيقة شيء وهو قال شيئا آخر، فيقال كذب، والمضارع يكذب. لكن ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون أيضا فعل مضارع لكن ماضيه كذب، ليس كذب. كذب هو، أما كذب يعني قال للبعيد للآخر أنت كاذب. هل لاحظتم الفرق؟ كذب هو قال كلاما خلاف الحقيقة، لكن كذب قال لغيره أنت كاذب. فهؤلاء القوم الذين ذكرهم الله عز وجل بكلمة واحدة في القرآن وصفهم بكم وصف؟ بوصفين. إن تحدثوا كذبوا، يعني يقولون كلاما بخلاف الحقيقة. وإن تحدث المرسلون كذبوهم، يعني قالوا أنتم تكذبون، كما قالوا في سورة ياسين بل أنتم قوم تكذبون. فهم كاذبون مكذبون. فهذين المعنيين جاء بكلمة واحدة في القرآن. شيء رهيب. أنا ما أعلم كلاما غير القرآن فيه، يعني أنا مو ممكن أرسل رسالة للشيخ حسين حفظه الله تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، فإذا قرأت هكذا أعطت معنى وإذا قرأت هكذا أعطت معنى. ما في، نتكلم نحن هكذا، أليس كذلك؟ كلام واحد واضح. فهذه من خصائص القرآن الكريم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، أو يقولون مبني للمجهول. أخفي لهم. وفي قراءة أخرى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي أنا، صار المتكلم مين؟ المولى الجليل سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وصارت كالحديث القدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القراءة القرآنية فيها أشياء عجائب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير، قل فيهما إثم كبير. شو لك إيش كثير وإيش كبير؟ الخمر يسمونها أم الخبائث، مو خبيثة، أم الخبائث، يعني تحت منها خبائث عديدة. فالسكران يفعل كل شيء، يقتل، يسرق، يزني، يسب، يشتم، يؤذي، وكلها كبائر. فقل فيهما اسم كثير يعني آثام كثيرة، وكل اسم من هذه الآثام كبير. هل أدركتم ما معنى فيهما اسم كبير؟ فيها آثام كثيرة، وكل واحد من هذه الآثام الكثيرة ما له كبير. يعني هذا علم اسمه علم القراءات القرآنية. انتبهنا؟ إذن المنقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان. نوع لهجات للتسهيل على الأمة كالتي تكلمنا عنها في أول الكلام، ونوع ثاني معان يسموها قراءات المعاني. ماذا يسمونها؟ قراءات المعاني. أرادها الله عز وجل ولا علاقة لها بالتيسير على الأمة، هي من الأحرف السبعة. انتبهت كيف؟
والرسم رسم المصحف يحتملهما. فالرسم يحتمل ملكي ويحتمل مالكي، الرسم يحتمل يكذبون ويحتمل يكذبون، الرسم يحتمل كثير ويحتمل كبير، الرسم يحتمل أخفي ويحتمل إيه؟ أخفي. وقيسوا عليها بقية الأمور. أدركنا؟ التابعون رضي الله تعالى عنهم كانوا امتداد لمن؟ لجيل الصحابة في تعليم القرآن، ثم تلاهم الجيل الذي بعدهم تابع التابعين، فتعلموا ثم علموا كالتابعين. انتبهتوا كيف؟ في آخر المئة الثالثة، إيش هذا اللي دخل؟ جراد؟ جراد؟ يعني ادعسوه بالقدم. ايه 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 هو دخل ليشوش، ابليس بعته. في المئة الرابعة، أواخر الثالثة وأوائل الرابعة، أو نرجع قليلا، آخر المئة الأولى وفي المئة الثانية صار كل أستاذ من أساتذة القرآن يدون في كتاب له ما تلقاه من أستاذه. يعني ورش يدون ما تلقاه من نافع، قالون يدون ما تلقاه من نافع، خلف البزار يدون ما تلقاه عن سليم، وسليم عن حمزة، وهكذا. هذه يسموها كتب القراءات الفردية. ظهر بعد هذا الجيل، ظهر بعده جيل همتهم عالية، وسخرهم الله عز وجل كما قلنا وإنا له لحافظون. قذف في قلوب هذا الجيل النشاط وكذا. منهم أبو عمر حفص الدوري، إذا بتسمعوا عنه، أبو عمر حفص الدوري. هذا الدوري من منطقة قرب بغداد اسمها الدور، ولكن كمان دوري يعني من الدوران يعني. فدار على القراء وقرأ على قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة أبو عمرو، ما خلى حدا. ما شاء الله على أبو عمر الدوري. لكن لم يصل إلينا إلا قراءته عن أبي عمرو وقراءته عن الكسائي بس. لكن له قراءة عن نافع، له قراءة عن ابن كثير، له قراءة عن حمزة، الدوري عن حمزة. عجائب. هذا الدوري وأمثاله بدأوا يكتبون كتبا ليس فيها قراءة شيخ واحد، لا، شيخ واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة أو ستة. أول من وضع 7 قراء في كتاب واحد اسمه أبو بكر ابن مجاهد. اختصارا نقول ابن مجاهد، هو أحمد ابن موسى. أبو بكر أحمد ابن موسى ابن مجاهد. قد ينسب الإنسان إلى جده، يعني هو بيقولوا له ابن مجاهد، لكن لا، هو أبوه مو مجاهد، أبوه موسى، هو اسمه أحمد ابن موسى ابن مجاهد. فاختصارا ينسبونه لمين؟ إلى جده. انتبهتوا كيف؟ مثل الأتراك ينسبون إلى الجد فيقولون زاد. بيقول لك مثلا هلا أنا أيمن ابن رشدي ابن أمين، أنا يقول الأتراك عني أمين أفندي زاد، يعني حفيد أمين أفندي، حفيده يعني ابن ابنه. وإن نسبوني إلى أبي رشدي يقولون رشدي أغلو، أنا يقولون رشدي أغلو. أغلو يعني ابن، أغلو ما معناها؟ ابن. زاد إيش؟ حفيد. مثل طاش كبري زادة، إذا بتسمعوا عنها من العلماء المشهورين، طاش كبري زادة. ابن مجاهد هذا توفي 324. أول من جعل في كتابه سماه السبعة. شو سمى كتابه؟ السبعة، هكذا. وضع في كم قراءة؟ 7 قراء، هي التي تعرفونها.
وكان إماما جليلا واسع الاطلاع، وضع الله له القبول. سبحان الله، هذا القبول سر من أسرار الله، والله لا يملكه أحد ولا يستطيع أحد أن يعني. نجيب مثال على وضع القبول. 40 النووية، من يعرف 40 النووية يرفع يده؟ طيب قولوا لي أي سر في 40 النووية؟ يعني هل فيها اختراع؟ 40 حديث نبوي وضعهم في كتاب، وألف غيره من العلماء عشرات العشرات من الأربعينيات، لم يبق منها إلا 40 الإمام النووي. ليه؟ انتبهتوا؟ هذا شو اسمه؟ القبول. القبول. هؤلاء السبعة، نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي، هؤلاء السبعة كتب الله لهم القبول. أول من وضعهم في كتاب ابن مجاهد في كتابه السبعة، تلاه علماء كثر كثر جدا، منهم أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ألف الداني من دانيا، دانيا في الأندلس في إسبانيا يعني. ألف كتاب سماه التيسير في القراءة السبع. شو سماه؟ التيسير في القراءة السبع. توفي سنة 444. سهلة، بدكم تحفظوها. غدا أسألكم متى توفي أبو عمرو الداني؟ تقولون لي 444، لا تقولوا 555. جاء من بعد أبي عمرو الداني عالم أندلسي كفيف البصر اسمه محمد ابن فيرو، القاسم ابن فيرو، أبو محمد القاسم ابن فيرو. فيرو هذا اسم أندلسي من كلمة فير بالفرنسي إلى الآن معناها حديد. حتى في الكيمياء، من درس منكم كيمياء، رمز الكيمياء، رمز الحديد في الكيمياء FE. مين قال نعم؟ ارفع. تعرف ذلك؟ FE من كلمة فير يعني حديد. فيرو لأنه هن بيحبوا لنا هذا بالإسباني والإيطالي يحبون المط. يقول لك مثلا سباكيتي، مكرونة، بيتزا، كابتشينو، كله. فاللغة الإيطالية والإسبانية ممطوطة. ففيرو شو يعني؟ فيرو يعني حديد، رجل حديدي يعني. القاسم أبو محمد القاسم ابن فيرو الرعيني الأندلسي من شاطبة، من بلد اسمها شاطبة، واسمها الآن خاطبة بالخاء. أنا زرتها في الأندلس، ما فيها شيء ما فيها شيء يدل على أن الإمام الشاطبي كان فيها في يوم من الأيام، أبدا ولا شيء. مدينة أخرى، من ذهب منكم إلى إسبانيا فليبحث عنها، خاطبة بالخاء. وعلى بعد 44 كيلو منها مدينة دانيا التي منها الإمام أبو عمرو الداني. الشاطبي نشأ في الشاطبة وفي الأندلس وفي قرطبة، ثم رحل إلى المغرب واستقر به المقام في مصر، وقدره أحد حكام مصر وبنى له مدرسة وعرف قدره. الإمام الشاطبي هذا الكفيف كان أعجوبة الزمان، توفي 590 هجري، 590 يعني قريب 850 سنة من الآن، 850 سنة. قبره في القاهرة معروف. أتى إلى كتاب التيسير لأبي عمرو الداني فنظمه في قصيدة من البحر الطويل. البحر يعني هذا بالشعر، بحر الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعل، بدأت ببسم الله في النظم أولا،
تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. فعول مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعيل فعول مفاعل. ما اسم هذا البحر؟ البحر الطويل، طويل له بين البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. في أحد أصابه الصداع؟ الصداع شو شيخ آدم؟ ما نخرج دفعة من هذه القصيدة من أعجب القصائد، 1173 بيت. كم بيت؟ 1173 بيتا. وضع فيها القراءات السبع التي ذكرها الإمام أبو عمرو الداني في كتابه التيسير. مو سهل هذا الكلام، لا تحسبوه سهلا والله. يعني الشاطبية تأخذ عقول البشر، 850 سنة تتداولها الأيدي، 800 إلى اللحظة هذه. كل من يريد أن يجمع القراءات لابد له بيروح لعند أستاذه، أستاذي حابب أنا أجمع القراءات، بيقول له احفظ الشاطبية. احفظ الشاطبية، هذه الخطوة رقم 1 إلى الآن. جاء الإمام صاحب البحر المحيط أبو حيان الأندلسي، صاحب كتاب تفسير البحر المحيط، ألف قصيدة نصف الشاطبية. يعني هذيك 1173 هذه نصفها، وذكر القراء بأسمائهم الصريحة. الشاطبي ذكرهم بالرموز، ما كتب لها القبول. تصوروا الشاطبية هذه الصعبة، في منها في الدنيا يعني كم أقول، يعني شوفوا لحية الشيخ مالك ورأسه أكثر من شعر لحيته ورأسه، في منها نسخ خطية في مكتبات العالم. بينما منظومة عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي لأبي حيان في منها نسختين في العالم، نسخة في دار الكتب المصرية ونسخة في مكتبة خدا بخش في الهند، في مكتبة خدا بخش. بس نعود نتكلم عن القبول. القبول هذا سر من أسرار الله. فهذه الكتب وغيرها من الكتب حفظت لنا علم اسمه علم القراءات القرآنية. لا يستطيع أحد أن يزيد ولا يستطيع أحد أن ينقص، لا فتحة، لا أقول حرف. يعني شوفوا، في عندنا كلمة، في عندنا حرف، في عندنا حركة، فتحة ضمة كسرة. الآن لو عدو للإسلام أراد أن يقول أريد أن أحرف كتاب المسلمين، يلا فرجينا. ماذا يقول سأطبع مصحفا أنقص منه، والله على طول المسلمين بيعرفوه وبيجمعوا النسخ وبيحرقوها، أليس كذلك؟ طيب بدك تغير ضمة وفتحة وكسرة، تقوم الدنيا. فالقرآن يستحيل تغييره، يستحيل تبديله. وأغبى واحد في الكرة الأرضية هو الذي يخطر بباله أن يمحو القرآن من أذهان المسلمين. القرآن مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور، كلاهما. ذلك الكتاب لا ريب فيه بل هو آيات بينات وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. هذا يدعم هذا وهذا يدعم هذا. انتبهتم؟ فالحمد لله على هذه النعمة. ننظر إلى اللوحة. نزل جبريل
رضي عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. 2. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه من فم رسول الله، مثل إيش؟ مثل قراءة رسول الله على أبي، أعادوه أمامه مثل أي شيء، مثل قراءة ابن مسعود، حتى أقرهم على ذلك. انظروا إلى كلمة أقرهم. عرفتوا ما معنى أقرهم؟ يعني رضي عن هذه القراءة. لو كان في أي تغيير يصحح بأبي وأمي. إذا كان يصحح دعاء النوم، ألا يصحح كلام الله؟ لما علم أحد الصحابة قال له: إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك صلى الله عليه وسلم الذي أرسلت. قال الصحابي: فأعدتها كالمستذكر، يعني عم يعيدها أمام سيدنا النبي كأنه عم يقول يعني فقلت: وبرسولك الذي أرسلت، فقال لي: وبنبيك الذي أرسل. انتبهتوا؟ شو النبي وشو الرسول؟ يعني هي في بينهم فروق لكن ضئيلة يعني. انتبهتوا؟ فالصحابي قال: وبرسولك الذي أرسل، قال له صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسل. فإذا كان يصحح الدعاء أيترك خطأ في القرآن؟ ألم يقل له ربه: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ فإقرار الله له عليه الصلاة والسلام دليل على أنه إيه؟ أدى الأمانة. لذلك كان يقول: ألا، هذه ألا تقولها العرب بمعنى انتبه. عرفتوا شو معنات ألا؟ ألا ما لها معنى، ألا ليس لها معنى، لكن هذا مشغول بالكتاب وهذا عم يشرب شاي وهذا ألا يعني انتبهوا ماذا سأقول. عرفتوا؟ يقولها العربي حتى لا يعني يلفت انه خليك معي، انتبه ماذا سأقول. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، يشير بيده إلى الناس وإلى السماء: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. انتبهتم؟ وفي القرآن: ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قومهم. عرفتم ما معنى ألا؟ تناقلت الأمة القرآن جيلا عن جيل، جيلا عن جيل، إلى أن وصل إلى عصرنا هذا الذي نحن فيه الآن. وهذا العبد الذي أمامكم أكرمه الله تعالى بالقراءة على 6 من شيوخ القراء في الشام ومصر. الأول الذي ترونه على يمين الصورة شيخي الأول الشيخ محي الدين الكردي، والثاني شيخي الشيخ محمد سكر، والثالث أستاذي وصاحب الفضل علي الشيخ عبد العزيز عيون السود، والرابع الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المصري، والخامس الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي من بلدة سمنود في المنطقة الغربية قريب من طنطا تقريبا، والسادس سيدي الشيخ عامر السيد عثمان، كان وكيل مشيخة المقارئ المصرية ثم صار شيخ عموم المقارئ المصرية. ولد سنة 1900 هكذا، ولد 1900 وتوفي 1988. هؤلاء 6 شرفني الله تعالى بالقراءة عليهم. من أحب منكم على اليوتيوب يجد إجازتي الصوتية من 5 منهم، كلهم ما عدا الشيخ محمد سكر.
إجازة صوتية تجدونها على اليوتيوب بأصواتهم. يقول: أما بعد فقد قرأ علي ولدنا أيمن سويد كذا كذا وقد أجزته كذا. في اليوتيوب تجد من يبحث يجد إن شاء الله تعالى. كل هؤلاء السادة هم يعني زبدة القراء في مصر والشام، زبدتهم ويعني من أتقنهم رضي الله عنهم أجمعين. أعلاهم سندا من باب الاختصار. ما معنى أعلاهم؟ يعني بأبي وأمي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن هنا. كلما قلت الواسطة بينك وبين رسول الله هذا يقال عنه سند إيه؟ عالي. وكلما كثرت الوسائط يقال عنه سند إيه؟ نازل. قال البيقوني: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. انتبهتوا كيف؟ فأعلاهم أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود، وهذا سندي إليه. شو هذا محطوطة بالمقلوب هذه؟ طيب معلش. فهذا العبد الذي أمامكم قرأ على الأستاذ الشيخ عبد العزيز عيون السود، وبهذا الإسناد بيني وبين رسول الله بأبي وأمي 28 رجلا، كل منهم مشهور بشيخ قراء زمانه أو بلده. بعضهم كان شيخ قراء زمانه وبعضهم كان شيخ قراء بلده. وهو قرأ على الشيخ محمد سليم الحلواني، وهو قرأ على والده أحمد بن محمد الرفاعي الحلواني، وهو على شيخ القراء في مكة الشيخ أحمد بن رمضان المرزوقي، وهو على شيخ القراء في مصر إبراهيم بن بدوي بن أحمد العبيدي، وهو على شيخه عبد الرحمن الأجهوري بضم الهمزة، وهو على أحمد بن رجب البقري، وهو على شيخه محمد بن قاسم البقري من نفس البلدة، بلدة في مصر اسمها منية البقر، وهو على شيخه عبد الرحمن بن شحاذة اليمني، وعبد الرحمن على شيخه علي بن محمد بن غانم المقدسي، وهو على شيخه محمد بن إبراهيم السمديسي، وهو على أحمد بن أسد الأميوطي وليس الأسيوطي، وهو على محمد بن الجزري الإمام العظيم الذي لم تأتي العصور بمثله. يعني أنا أقول هذا الكلام عن علم. بعد أصحاب رسول الله لو استثنينا الصحابة في التاريخ الإسلامي كله لم يأتي مثل هذا الرجل محمد بن الجزري. وهو على عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، وهو على محمد بن أحمد الصائغ، وهو على علي بن شجاع العباسي. علي بن شجاع العباسي هذا اسمه صهر الشاطبي. قلت لكم الإمام الشاطبي هذا زوج ابنته. وهو على الشاطبي القاسم بن فيرو، أبو محمد القاسم بن فيرو الشاطبي. وهو على شيخه علي بن محمد بن هذيل، وهو على أبي داود سليمان بن نجاح، وهو على الإمام العظيم أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. توفى أنه سنة 444. وهو على شيخه طاهر بن غلبون، وهو على شيخه علي بن محمد الهاشمي، وهو على شيخه أحمد بن سهل الأشناني. الأشنان هي مادة تستعمل مثل الصابون للتنظيف. أشناني يعني كان يصنع الأشنان. وهو على عبيد بن الصباح النهشلي، وهو على صاحبنا إمامنا من هو حفص بن سليمان البزاز. البزاز يعني يصنع البز. البز اللي هو القماش. البز ما هو؟ بيقول اصنع لي بزة. شو يعني؟ اللي بيسموها الآن بدلة. بدلة هي أصلها بزة. فالذي يعني الذي يبيع القماش شو بيقولوا عنه؟ بزاز. أما البزار بالراء اللي بيع البذور هذيك.
وهو على شيخه عاصم ابن أبي النجود، النجود بفتح النون ليس النجود، نجود بوزن فعول. وهو على شيخه عبد الله بن حبيب السلمي، هذا اسمه أبو عبد الرحمن. شو اسمه؟ أبو عبد الرحمن السلمي. هذا جلس عند عمود من الأعمدة في مسجد الكوفة 20 سنة يقرأ القرآن، نفس العمود. وهو عالم في فنون شتى، يأتيه من يقول أريد أن أتعلم منك الفقه يقول اذهب إلى فلان، يأتيه من يقول أريد أن أتعلم منك النحو يقول اذهب إلى فلان، يأتيه من يقول أريد أن أتعلم منك الحديث يقول اذهب إلى فلان، يأتيه من يقول أريد أن أتعلم منك القرآن يقول اجلس. شو يقول؟ اجلس. فلما مر معهم حديث سيدنا عثمان بن عفان خيركم، عن رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيقول هذا الذي أقعدني، هذا الحديث هو الذي أقعدني 20 سنة عند العمود نفسه يعلم، مع كونه عالم في فنون عديدة. إذن عبد الله بن حبيب بن السلمي قرأ على 5 من الصحابة، 5، زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. وال5 هؤلاء قرأوا على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو تلقى القرآن عن مين؟ عن جبريل عليه السلام، وهو عن رب العزة جل جلاله وعز نواله وتعالى جده ولا إله غيره. هذا أحد الأسانيد أيها الإخوة، لا تظنوا أنه لا يوجد غيره، ألوف مؤلفة من الأسانيد، لكن أحببت أن أذكر لكم واحدا لتعلموا أن هذا القرآن ليس كتاب ورقي مثل أي كتاب ننزل إلى السوق نشتري، لا، هذا كتاب نقل مكتوبا ونقل إيش؟ منطوقا. طيب، قلت بالأمس إن علم التجويد ما هو؟ علم يذكر فيه الحروف العربية 29 من أين تخرج وكيف تخرج، بس. صعب؟ من أين تخرج؟ الباء من الشفتين، الهاء من أقصى الحلق، الضاد من حافة اللسان، كذا كذا كذا. طيب وكيف تخرج؟ أنا ممكن أقول ما، وممكن أقول ما، ممكن أقول حا، وممكن أقول حا. كيف كانت العرب تنطقها؟ هذا اسمه الكيفية. الكيفية اللي هي صفات الحروف ستمر معنا واحدة واحدة. تعريف علم التجويد، هذه الأبحاث التي ستمر. اللحن في تلاوة القرآن، حكم الالتزام بالتجويد، حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان الموسيقية، سرعات التلاوة للقرآن الكريم. تعريف التجويد: التجويد في اللغة التحسين، جود فلان عمله، يعني عمل عملا جيدا، ويقول الواحد للثاني يا أخي جود عملك. إيش يعني جود عمله؟ يعني اجعله متقنا. جود يجود، حسن يحسن. صعبة؟ وفي الاصطلاح يعني عند الأئمة إذا قالوا التجويد ماذا يعنون به؟ هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية. ما الفرق بين الصفات الذاتية والعرضية؟ الذاتية هي التي لا تفارق الحرف، لا تفارقه، مفتوح، مضموم، مكسور، ساكن، مشدد. مثلا نقول الشين فيها تفش. متى تكون الشين متفشية؟ دائما. فهي صفة ذاتية.
لكن لما نقول القاف من حروف القلقلة متى؟ إن كانت ساكنة بس. فهذه اسمها صفة عرضية. صفة إيه؟ عرضية. وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. أي مثلا النون لما تكون لوحدها أن، لكن إن جاء بعدها واو صير ميو ميو، جاء بعدها ياء فمي، هذا معناه ينشأ عنها من أحكام. قال الإمام ابن الجزري في النشر. النشر كتاب ألفه الإمام ابن الجزري، هو أنا بسمي هذا الكتاب أيها الإخوة بخاري القراء. المحدثون ما أعظم كتاب عندهم؟ صحيح البخاري، أليس كذلك؟ وعند القراء الكتاب المرجع ما هو؟ النشر. فأسميه بخاري القراء. هل فهمتم؟ قال الإمام ابن الجزري في النشر: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن. عرفتوا شو الرياضة؟ التكرار. يعني الرياضة ما بيقول لك واحد اثنين واحد اثنين، شوفوا التكرار. أيضا التكرار هنا، تكرار الباء والحاء والخاء. مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من مين؟ من فم المحسن، يعني من فم القارئ المحسن. ثم قال رحمه الله: فليس التجويد بتمضيغ اللسان. تمضيغ اللسان مشتقة كلمة تمضيغ من المضغة، قال فخلقنا العلقة مضغة. المضغة يعني اللقمة التي يمضغها الإنسان. بعض الإخوة لما بيتكلم لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، كأن في فمه لقمة وهو يتكلم. انتبهتوا كيف؟ فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم، يعني أن ينطق من قعر الفم، يضغط على حلقه ويبالغ في النطق، ولا بتعويج الفك. في ناس لما بيقرأوا بتلاقي فكه عم يروح يمين وشمال، كيف هيك عم يساويها؟ والله ما بعرف، يعني يصعب علي أن أقلده. ولا بترعيد الصوت. الترعيد يعني الاهتزاز، الترعيد الاهتزاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ دغري يا رجل. ولا بتمطيط الشد. تمطيط الشد، الشدة حرفان يرتفع عنهما المخرج كم ارتفاع؟ واحدة. انتبهتوا كيف؟ مثلا أعوذ بالله من الشيطان، من لا تقل من الشيطان، هذا شو اسمه؟ تمطيط الشد. ولا بتقطيع المد. تقطيع المد ولا ايش هالجنان هذا؟ ولا بتطنين الغنات. التطنين أن يكون للغنة من الأنف طنين، اللي بيسموه الآن في عند الأهل الغناء بيسموه العرب. بيقول لك يا ما شاء الله فلان يأتي بعرب جميلة جدا. ما هي العرب؟ هزهزة في الغنة. التطنين في الغنات كالتقطيع في المدات. انتبهتوا كيف؟ مثلا بيقول لك من الجنة والناس، ايش هذا؟ يأتي بها على وتيرة واحدة. ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات. الحصرمة مشتقة من الحصر، يعني إقفال المخرج تماما المؤدي إلى التكرير. الرحمن الرحيم، هذا شو اسمه؟ اسمه حصرمة الراء. قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع،
ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. هذا الكلام ذهب يا أخوان. أهم مباحث التجويد: مخارج الحروف، الصفات الذاتية، الصفات العرضية، وأهمها إدغام الحرفين المتماثلين والمتجانسين، اللام الشمسية والقمرية، الميم الساكنة، النون الساكنة، المد والقصر. اللحن في تلاوة القرآن الكريم. كم الساعة الآن؟ 7. نحن متى بدأنا؟ 5:30؟ 6:15؟ محمد؟ كلمة لحن في اللغة العربية، ألو ألو، كلمة لحن في اللغة العربية معناها الانحناء. لحن فلان، مال. انتبهتوا؟ يعني مال عن الصواب، هي معنات لحن. مال عن مين؟ عن الصواب. هذا اللحن في القراءة نوعان: نوع يعرفه كل الناس، خليك معي، اترك الجرادة. نوع يعرفه كل الناس. لو وقف الآن، جلس أخ وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كم واحد يرده؟ كل الجالسين، صح؟ هذا اسمه لحن جلي. لحن جلي يعني لحن واضح. وفي دقائق لا يعلمها إلا أهل الاختصاص. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن يعني لم يفخم الراء، ما يعرفها إلا الذي درس الأحكام. الذي ما درس الأحكام بيقول لك قراءة صحيحة. انتبهتوا كيف؟ فنجد على اللوحة: اللحن لغة الميل عن الصواب، اصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، وينقسم إلى قسمين: اللحن الجلي وهو جرادة تطير فتشوش علينا ومن يقتلها له ثواب كبير، ومقتلها. هذه لحن جلي هذه. نعم. إذن وينقسم إلى قسمين: اللحن الجلي خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. لو واحد قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أخل بإيش؟ بالمعنى، لأنه إياك كلمة صحيحة عربية، لكن بسم الله هذا خطأ نحوي يخل بالمعنى أو بالإعراب. انتبهتوا كيف؟ نحو أنعمت عليهم، لو واحد قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا أخل بماذا؟ بالمعنى. فكسركم هذه في سورة الأعراف: واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم. إيش يعني بالثاء؟ كسركم يعني صرتم كثيرين. أما كسركم من كسر يكسر، عارفين كسر؟ ولا نجيب شغلة نكسرها؟ إيه. فواحد قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم، شو يعني؟ هل هذا الذي أراده ربنا؟ لا، هو أراد أنكم صرتم إيه؟ كثيرين. في الشام عندنا بيقول واحد للثاني: الله يكسر من أمثالك. سمعانها؟ أنت كنت إيه؟ أنا قلت لواحد قلت له الله يكسر من أمثالك، ضربك ولا صاح عليك؟ إيه. شفتوا؟ هاي الحمد لله. طيب إيش هذه؟ عصا بدل عسى، هذا لحن جلي. بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم. طيب اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، نحو
سوء العذاب. لو واحد قال ولهم سوء العذاب، سوء هكذا، سوء العذاب، ما مد المتصل، هل تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، لكن ذهب رونقه، ذهب كمال نطقه. وإيش كمان؟ بترك زيادة المد في الواو. غدا إن شاء الله تعالى إذا ربي نقول هنا ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. بس هذا المقام، مقام إيه؟ التلقي والمشافهة. سأتكلم غدا عن هذا الموضوع باستفاضة بحيث تكون المسألة عندكم واضحة تماما. يعني لا أدقق على أمي وأمك وجدتي وجدتك وأبي وأبوك. يكفي أن تكون قراءتهم ما فيها تبديل حرف بآخر حتى لا يفسد المعنى أو حركة بغيرها. أما ما فخم الراء، ما مد المتصل، يا أخي الله يتقبل. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. انتبهتوا؟ يسروا ولا لماذا؟ لأن المقام ليس مقام تلقي ومشافهة. أما الذي يقول أريد أن أتلقى منك وأصير واحدا من السلسلة، هذه السلسلة التي أريتكم إياها منذ قليل، أريد أن أكون واحد من هذه السلسلة، تريد أن تكون واحد من هذه السلسلة، طيب حاضر، لكن يجب أن تصير قراءتك مع قراءتي هكذا متطابقة، كتطابق قراءتي مع قراءة من قبلي ومن قبلي على من قبلهم وهكذا. هذا المقام الوحيد الذي ندقق فيه على الدقائق. وضح يا أخواننا؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. انتبهتوا؟ لا تكونوا معسرين، الله يرضى عليكم. التدقيق فقط على من؟ على مقام التلقي والمشافهة. أو يقول أريد أن أكون أستاذا. أستاذ معناتها بدك تتعلم. طيب شلون بدك تتعلم؟ بدك تتعلم خطأ؟ ما بصير. الآن خطأك عندك لو بقي موجودا وجلست وعلمت سينتقل خطأك إلى من؟ إلى غيرك. طيب غدا إن شاء الله إذا ربي أحيانا نبدأ هنا بحكم الالتزام بالتجويد. بعضكم يسأل يقول عنده أسئلة أو سؤال. من كان عنده سؤال، ما درسنا شيء من التجويد، يعني عن أي شيء تسأل، ما زلنا في المقدمة، اصبروا، قد أثناء الشرح يمر جواب سؤالك فلا تستعجل. واضح؟ فإن لم يمر جواب سؤالك تستطيع أن تكتب سؤالك على ورقة وتعطيه للأستاذ مالك حفظه الله. واضح؟ أما هكذا كل شوي واحد يرفع يده، هذا ما له آخر ويضيع الوقت. فهمتم؟ بارك الله. غدا إن شاء الله نلتقي في 5:30، غدا الخميس إن شاء الله تعالى. الجمعة سيكون عندنا درس بعد إذنكم، سنبقى. انتبهتوا؟ نريد أن نغتنم الوقت، نغتنم العمر إن شاء الله. فيوم الجمعة أيضا عندنا في 5:30. السلام عليكم ورحمة الله.